أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. أنا وإنت لأ. العلاقات الإنسانية بشكل عام صعبة ومعقدة جدا، وخاصة العلاقات الثنائية. العلاقات دي بتمر بمراحل كتير واختبارات صعبة مع الوقت، ويا إما بتوصل الطرفين إنهم يقربوا أكتر من بعض ويفهموا بعض أكتر فيستمروا، أو يكتشفوا إن الاختلافات اللي ما بينهم كبيرة جدا، وده بيؤدي إلى خلافات أكبر فبتكون النهاية. من أصعب الحاجات إنك تكون في العلاقة دي الطرف اللي بيقول لأ دايما، مع إن كتير اللأ دي ليها أسباب منطقية، بس هي برضو لأ. اللأ كلمة تقيلة وناس كتير بتحاول تبعد عنها وما تقولهاش، ممكن لأنهم مش بيحبوا يسمعوها، ويمكن لأنهم بيخافوا يقولوها، أو لمجرد أنهم يتوصفوا بالمرونة والإيجابية. ناس كول يعني، لا بيحبوا حد يقول لهم لأ ولا بيقولوا لأ صراحة. وأغلب الظن الناس اللي رافضين لكلمة لأ دول بيتجنبوا الرفض بشكل عام، ما بيحبوش حد يقول لهم لأ أبدا. زي الأطفال عاوزين طلباتهم مجابة طول الوقت، لأنهم مقتنعين إن ده حق مكتسب ليهم، ما ينفعش حد يرفضه ويقول لأ. وكمان ما بيحبوش يقولوا لأ صراحة، يعني لو سألتهم سؤال وإجابة السؤال ده لأ، مش هيقولوها صراحة، هيلفوا ويدوروا، هيوصلوا لك اللأ من غير ما يقولوها. ده في حد ذاته شيء صعب، إنك تكون في العلاقة دي الطرف اللي مسؤول عن لأ. بس الأصعب منه إن الطرف التاني دايما بيحطك في وش المدفع، يعني بيجبرك إن أنت اللي تقول اللأ، علشان هو يقول إيه؟ يقول ناخد مثال كده، الأب والأم وعلاقتهم بالأولاد. نلاقي في معظم الأحوال إن في واحد منهم معظم الوقت، إن ما كانش طول الوقت، هو اللي بيقول لأ على كتير من طلبات الأولاد. مثال: لأ بلاش حلويات قبل الأكل، لأ بلاش الموبايل مدة طويلة، لأ بلاش لعب كتير ونذاكر بقى، لأ بلاش سهر وننام، لأ 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 طول اليوم لأ. طبعا اللأ لكل الحاجات اللي فاتت دي معروف ايه أسبابها، ولأ في مكانها، أكيد مع مراعاة الطريقة اللي بيتقال بيها اللأ ونبرة الصوت والوقت. بس هي برضو لأ ما بتعجبش الأولاد وبيتضايقوا منها. اللأ بتحرمهم من الحاجة اللي عاوزينها دلوقتي، حتى لو هم نفسهم عارفين إن الحاجة دي مش في مصلحتهم، بس برضو عاوزينها دلوقتي. تلاقي الطرف التاني في عز اللأ بيقول ايه؟ بيقول والله ياكلوا حلويات قبل الأكل، ايه يعني لو مسكوا الموبايل مدة طويلة، يلعبوا شوية، هي المذاكرة هتطير يعني، ممكن يسهروا شوية مادام مش تعبانين، هو كل حاجة لأ لأ لأ. الكلام لطرف لأ طبعا. طيب طبعا الكلام ده بيتقال قدام الأولاد، فخلاص الرسالة وصلت لهم ووصلت للطرف الأول، وبالتالي الأولاد هيعملوا كل اللي عاوزينه، والمرة الجاية لما يكون لهم طلب مش هيطلبوه من الطرف الأول بتاع اللأ، هيجروا على طول على الطرف التاني بتاع الآه. وساعات اعتراض الطرف التاني طرف الآه بيكون بالتصرفات من غير كلام، يعني من غير ما يقول حتى بيلبي طلبات الأولاد وبس. والحقيقة هو ما بيهموش قوي الطلبات دي صح أو غلط، كل اللي يهمه إن يكون الطرف الإيجابي
الحنون، الطرف اللي بيلبي الطلبات، طرف وده في حد ذاته أنانية، إنك تاخد دور الطيب الحنون اللي ما يهونش عليه يزعل الأولاد، وإنك تدفع الطرف الآخر دايما إن هو اللي يقول لأ. العجيب بقى إن طرف لما يكون مقتنع إن لأ أحيانا لابد منها بينسحب من المعركة تماما، أو ما بيدخلهاش من الأساس، بيسيبك أنت لوحدك تقول اللأ، وبيعمل نفسه مجبر، وطبعا بيظهر تعاطفه مع الأولاد، بس برضه مش ممكن يقول لأ، بيسيبها لك، أصلها مسؤوليتك أنت اللي شلتها من البداية. في النهاية بقينا قدام فريقين، فريق لأ لوحده وفريق والأولاد، والمباراة دي نتيجتها تبان واضحة لصالح مين شكليا، بس الحقيقة إن الفريقين دول خسرانين، فريق اللأ وفريق والأهم خسارة الأولاد. للأسف الطرف بتاع بيكسب في البداية، بيكسب إحساسه بالأنا وانتصاره على الطرف الأول طرف اللأ، وبيكسب تعاطف الأولاد، بس دي مكاسب مزيفة ووقتية. الخسارة ليه أكتر بكتير، بيخسر الطرف الأول طرف اللأ، وبيخسر الأولاد لأنهم مهما طال الوقت هيكبروا ويفهموا، ولو حظهم كويس هيعرفوا من بدري إن ده ما كانش لمصلحتهم، ولو لا قدر الله كان حظهم سيء هيقعوا في مشاكل كتير في حياتهم بسببنا، ويمكن يكرروا نفس التجربة ويخسروا، وبرضه هيعرفوا إن كل ده ما كانش لمصلحتهم. والطرف بتاع لأ برضه خسران، بس هو خسران من البداية للنهاية، خسران نفسه لأن رضي بالأمر الواقع وما كانش عنده الشجاعة إنه يواجه وياخد قرار ويخرج من الدايرة اللي اترسمت له، ويتمرد على دوره اللي ما اختارهوش ولا راضي عنه، ويحاول يصلح العلاقة بكل طاقته أو يخرج منها. وخسران الأولاد، وبالتأكيد خسران الطرف التاني طرف أما الأولاد وهم الأهم فخسارتهم أكبر بكتير، لأنهم أولاً ما اختاروش يكونوا نتيجة للعلاقة الخسرانة دي، وثانياً هم مش طرف فيها أساساً. الأولاد خسرانين إحساسهم بفقدان السند والأمان، وشعور التخبط والحيرة اللي الطرفين بيحطوهم فيه، وده أصعب شيء على الأولاد. يختاروا مين؟ والأهم إن ده بيأثر على حياتهم في المستقبل تأثير سلبي طبعا في البداية. بصراحة خسارة الأولاد صعب وصفها أو تحديدها بمجرد كلمات. في علاقة أنا وإنت لأ، الكل خسران، مفيش حد كسبان. فلازم نفكر كتير جدا قبل ما نبدأ أي علاقة. لازم نعرف إن أي علاقة فيها طرف وطرف لأ علاقة خسرانة. مادام ارتضينا إن يكون في علاقة ما بيننا، يبقى لازم يكون في تفاهم واتفاق إن إحنا الاتنين يا يا لأ. هنقول مع بعض، ولما نقول لأ هنقولها برضو مع بعض. ولو في اختلاف، لأن الاختلاف وارد، هنحاول نقرب وجهات النظر بكل الطرق. هنتعب ونشتغل على العلاقة، وبالتأكيد هنوصل لحل. ولو ما وصلناش والاختلاف مازال قائم ومازال عندنا الرغبة إننا نكمل، نلجأ لحد يساعدنا. أهلنا مثلا عندهم الخبرة وأكتر حكمة مننا، أو نلجأ للمختصين اللي يقدروا يساعدونا إننا نوصل لحل وسط يرضينا إحنا الاتنين، حل ما يكونش على حساب حد فينا لوحده. ممكن نوصل ومن غير خلاف، مجرد اختلاف عرفنا نقبله ونوصل لحل. ولو اتفقنا وأصبح عندنا أولاد، فلازم نبعدهم تماما عن كل المشاكل اللي ما بيننا. لازم نعرف إن الأولاد مش لعبة في إيدينا، هم مسؤولية كبيرة جدا هنتسأل عليها
دنيا وآخرة. فما ينفعش يبقى أنا وإنت لأ، علاقة خسرانة. ده كان مجرد مثال. بمعنى أبسط، ما ينفعش يكون حد صح طول الوقت وحد غلط طول الوقت. ومش من الشطارة إن احنا نظهر ضعف الآخر علشان نبين قوتنا. دي علاقة باتفاق مش خناقة. وأي علاقة لازم يكون لها شروط يلتزم بيها الطرفين علشان ينجحوا وتنجح علاقتهم، ونبقى إحنا بدل أنا وإنت. دي مجرد وجهة نظر ممكن ناس كتير تختلف عليها. بعض الناس دي بيشوف في تربية الأولاد لازم يكون في طرف وطرف لأ، علشان يكون في مرونة ويكون في مساحة للأولاد للحرية. ده اللي هتكلم عنه في الحلقة الجاية إن شاء الله. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.